من الحاجات اللي الناس بتلوم عليها المحامي، دايما يقولوا لي انت سمعتي من طرف واحد بس. ايوه، ما طبيعي ان انا هسمع من طرف واحد بس. حد جه وكلني في القضيه بتاعته وحكى لي تفاصيل القضيه من وجهه نظر هو، حتى لو مش بيقول الحقيقه، فانا بفترض في حسن النيه وبصدقه الى ان يثبت العكس. خصمه بيروح لمحامي تاني وبيحكي له برضه تفاصيل القضية من وجهة نظره هو، وما بيطلعش نفسه غلطان، والمحامي الزميل بيصدقه. واحنا الاتنين بقى بنقف قدام القاضي اللي المفروض ان هو يسمع الطرفين. ده بقى اللي المفروض يسمع من الطرفين ويشوف أدلة كل واحد فيهم، وبناء على اقتناعه بالأدلة دي بيصدر الحكم. وعلى فكرة ممكن يكون حد صاحب حجة لكن مش صاحب حق، يعني هو مش صاحب حق بس معاه أدلة أكتر من صاحب الحق، فالمحكمة بتحكم له هو، يعني قاضي الأرض بيحكم له هو، لكن هيروح فين بقى من قاضي السماء؟ فاحنا ما بنقراش الغيب. يعني أنا بصدق موكلي والكلام اللي بيقوله لي، ولو رحت سألت الخصم يبقى أنا كده خاين وببيع القضية. أنا ما ينفعش أروح أسأل الخصم على اللي حصل عشان أعرف مين فيهم صادق ومين كذاب. مش شغلتي دي، شغلة المحكمة. ده في ناس لما بيلاقونا واقفين مع محامين زمايلنا اللي ماسكين قضايا خصومهم بيتهمونا بالخيانه وان احنا بعنا القضيه. يقول لي انت واقفه مع محامي الخصم ليه؟ إيه انت كده بعتي قضيتي ليه؟ يعني انا اخسر زميلي عشان خاطرك ليه يعني؟ انا هو خصوم على المنصه قدام القاضي، لكن ما احناش خصوم في الحقيقه. في الحقيقه احنا زمايل. تخيل بقى لو انا رحت سالت الخصم على اللي حصل، مين فيكم اللي كذاب؟ دي مش شغلة المحامي، دي شغلة القاضي.